السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من لمسة ولعبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لأبي وأخي وارحمهم وجميع أموات المسلمين، اللهم أمين يا رب العالمين. إثارة الجدل بعد تصريحات كابتن جهاد جريشة. يعني الواحد عاوز يقول يا كابتن جهاد، انت دلوقتي لما كنت في لجنة التحكيم، الخطأ ده حصل حضرتك وانت عضو في لجنة التحكيم، كنت فين حضرتك؟ رد الفعل هو الصح صح والغلط غلط لما اطلع، ولا هو على طول الصح موجود والغلط موجود؟ يعني الغلط عمره ما هيبقى صح والصح عمره ما هيبقى غلط، سواء انت بقى في اللجنة او بره اللجنة. المبادئ ما بتتجزأش. افتكرت دلوقتي اللي انت الاهلي كان حاصل ظلم وما حصل وانا ما ينفعش اتكلم. يعني انت خفت على لقمة عيشك، بخلاف اللي انت تقول قول الحق. اللي انت جاي دلوقتي بتقول اللي هو قول حق والاهلي اتظلم. طب انت الاهلي اتظلم في انهي وقت؟ في وقت ما انت كنت موجود. اذا الساكت عن الحق شيطان اخرس يا كابتن جهاد. ما تطلعش دلوقتي وتاخد اللقطة عشان انت بقيت بره اللجنة، وانا عارف والناس الفاهمة عارفة اللي هو حضرتك لو كنت في اللجنة حاليا ما قلت هذا الكلام. انما انت تطلع عشان ما خدتش حتة من التورتة. ما هي تورتة، انت ما خدتش حتة من التورتة فانت ما تقولش. انما انت اول لما لقيت نفسك مش جوه اللجنة طالع بقى تتكلم وفاتح صدرك، وانا قلت الاوسكار رويز ممنوع تطلع معرفش ايه. ماشي، اللي انا شايفه وطلع بامانة الحق يتقال ساعة الازمة. محمود عاشور محمود عاشور طلع وقال لك انا استدعيت وفا وزعلت من وفا. وحمادة القلاوي بعديها الدور اللي بعديها على طول يحسبها يقعد يقول له انت تفتح علينا نار جهنم. طيب، هو المفروض الاهلي سكت ورضي بظلمكم، جايين انتوا بكل استفزاز تستفزوه تاني؟ عامل زي واحد ولا بلاش. يعني انا بقى مظلوم والمفروض ان انا اسكت على ظلمي وسكت على ظلمي، يجي اللي ظالم يطلع المظلوم هو اللي ما جابش حقه. طيب تزعلوا لما الاهلي بيطلع يشتكي كمان؟ يعني انا اتظلم وتزعلوا اللي انا اشتكي؟ لنا الله في هذه البلد. نيجي بقى على الاهلي واللاعبين، مواقف اللاعبين. لم يأتي إلى ياسر إبراهيم عرض رسمي من أي نادي أيا كان. هو لما جم يقعدوا معاه بيقولوا له يا ياسر هنمدد العقد سنة ونرفعك فئة أولى تاخد زي نجوم الفرقة. راح كابتن ياسر رد عليهم وقال لهم لا، ده انا جاي لي عرض من السعودية وده تفاصيله. طب كان فين العرض ده من بعد كاس العالم على طول؟ هو العرض لسه ظاهر النهارده ولا امبارح؟ اطلاقا. ف
الاهلي قال له لا اقفل الباب ده، احنا خلاص قفلنا اوراقنا في خط الدفاع، اللي مش هنجيب صفقات في خط الدفاع. وهذا كلام صحيح. الاهلي ولا هيخش في عبد المنعم حاليا، ولا هيخش في عمر فايد. الاتنين هيكملوا في اوروبا يا جماعة. وعندك المدافع الليبي الاهلي مش هيجيبه. الاهلي نصب عينيه بديل محمد علي بن رمضان. بديل محمد علي بن رمضان هيكون افريقي بيلعب في اوروبا، لعب في كاس العالم اللي فات. لم يذكر احد ولا جنسيته ولا اسمه. اسرار حربيه. نيجي لمحمد سيحة، حارس مرمى النادي الاهلي، الحارس الثالث او الرابع. فضل ان هو يخرج الى المصري اعاره لمده سنه. قفشه امره اتحسم. قفشه سوف يسافر مع الفريق الى معسكر اسبانيا، اذا قفشه باقي هذه السنه. محمد شريف الاهلي بيحاول يسوقه اعاره البند الاول، ان لم يكن اعاره فيخرج الى بيع نهائي لو في نادي حابب اللي هو يخرج اعاره. عمر كمال عبد الواحد ابلغوا الاهلي ان هو خارج الاهلي. سمير محمد الاهلي بيدور له على عرض. عمر الساعي لم يحسم بعد. امام عاشور الاهلي قدم له اللي احنا قلناه من يومين، العرض فئة اولى. ومحمد هاني. اشرف داري تسوية او عرض خارجي، ايهما اقرب؟ رضا سليم يقترب من المصري. صفقات اللي الاهلي هيخش فيها. طارق علاء ما بعتش. طارق علاء ربما قبل السفر بساعات قليلة بنسبة 80-70% ممكن يخلص. أحمد هاني إن لم يقترب الأهلي في اللحظات القليلة، الساعات القليلة القادمة مع أكرم توفيق، هيجيب أحدا من الاثنين. حامد عبد الله مش بعيد ومش قريب، الموضوع قريب 50-50. ممكن يعني في الساعات الأخيرة الأهلي يحسمها وقرب الكلام مع أيمن الشريعي. لم يأتي في هذا الميركاتو، هيجي في يناير. الأهلي والرسال خطاب الرسمي لاتحاد الكورة. الأهلي دخل الاتحاد الكورة قال لهم، يعني ملخص كلامهم، أنا مش هقبل بمهزلة تاني علشان لجنة التحكيم ورئيسها اللي انتوا جايبينه. احنا في عهد رئيسها اللي انتوا جايبينه ده شفنا دوري الاحتواء، دوري روح البروتوكول، شفنا مهازل تحكيمية فجة، ودوري كان موجه. فالاهلي مش هيسكت على حقه، وهنلجأ للوائح والقوانين ان لم يأتي. وده برضو شكك الاهلي في نزاهة ان الزمالك ازاي خد رخصة. الزمالك خد ازاي رخصة؟ ازاي سوى اموره المادية لدرجة اللي هو ياخد رخصة؟ والاهلي يلجأ الى اقرار الذمة المالية. الاهلي مش بيتكلم على الزمالك بعينه، الاهلي بيطالب ذمة مالية. بيراميدز، زد، الاهلي، سيراميكا، ايا ان كان اي حد مشارك في البطولات وياخد رخصة، الاهلي بيقول زي ما انا بقدم ان في اوراق قانونية اني انا مخلص ضرايبي، مخلص مرافقي، غاز، ميه، كهرباء كده، ومسستم دنيتي ودافع ضرايبي، مش بتهرب منها. فاظن الامر مفهوم. ان فين بزيرة يا جماعة؟ مش شايف له. شيكو بيتزا فين؟ الاعلام بتاعنا فين؟
الاعلام بتاعنا فين؟ الاعلام، انت فين؟ انت فين من نادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك؟ ولا هو السبوت بيفتح الاهلي لما بيحصل؟ ما كابتن محمود الخطيب لو داخل النادي والكعب الحق، ده كابتن محمود الخطيب الكعب ليه؟ علشان السلم بتاع دخلة النادي مش مهيأ. ايه يا جماعة؟ فين الشفافية؟ فين بيزيرا؟ فين شيكوبانزا؟ لنا الله، لنا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.